مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. دلوقتي الوصفة دي انا عاملاها تقريبا حوالي الساعة 2 او 3 بالليل. كلنا بقى عارفين الشتاء وعمايله دايما بيجوعنا، ممكن نتعشى 3 4 مرات على حسب، ده لو ما كانتش اكتر من كده. انا النهارده جايبالك وصفة جميلة جدا. مش عارفة اقولك لحد فين بصراحة، يعني انت لو عملتيها هتفضلي كده رايحة جاية تاكلي فيها مقرمشة جميلة حلوة جدا واقتصادية جدا جدا. وتابعي معايا بقى للنهاية، المكونات بسيطة جدا وتقدري تسميها كفتة بطاطس، بطاطس بانيه، ناجتس بطاطس. اه والله بجد، واحسن من اي ناجتس تاني بنجيبه من بره. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام. ويا ريت لايك واشتراك على قناة اليوتيوب وعلى الانستا. انا هنا جبت حوالي 2 بطاطس متوسطة، قشرتها وقطعتها مكعبات وحطيتها تتسلق. عندي ايه هنا بقى؟ عندي شوية لحمة مفرومة متعصجة، وعندي شوية شبت، وعندي البطاطس اللي احنا سلقناها، والبيض والحليب والبقسماط، ده الكفر اللي هنعمل بيه الكفتة في الاخر. وانتي بتعملي اي لحمة لمكرونة بشاميل، لرقاق، لجلاش، شيلي معلقتين. يعني الكمية اللي عندي دي ما تجيبش ربع كيلو، دي حوالي 8 كيلو او اقل والله كمان بكتير. كنت بعصج لحمة هعمل بيها وصفة، شلت معلقتين على جنب، هتطلع معاكي سفرة طويلة عريضة. ممكن لو انتي شايلة كمية اللحمة دي تقولي طب انا هعمل بيها ايه؟ هي لا جاية ان يتعمل بيها مكرونة ولا يتعمل بيها اي صواني. خليكي كده معايا وركزي للنهاية وهطلعلك منها احلى سفرة. حطيت هنا في الكبة البطاطس مع حوالي نص كوباية من الشبت، حاجة بسيطة جدا متقطعة ناعم. تقدري كل المكونات دي تهرسيها بالشوكة، هي مش محتاجة كبة، بس انا حبيت اني انعمها شوية كده زيادة علشان تكون كريمي وسهلة معانا واحنا بنصبعها. الوصفة جميلة جدا واقتصادية. بأقل كمية لحمة معاكي هتعملي كمية كفتة كبيرة جدا للأولاد. ويا سلام بقى لو لسندوتشات المدرسة، يا سلام لو فطار لو عشاء كده في الشتاء. وطبعا كلنا شايفين الجو برد ازاي. بعد ما ضفت على البطاطس الشبت ونزلت باللحمه معايا المتعصجه، دي حسب الرغبه، انتي ممكن لو معلقتين هتدي ريحه كويسه جدا للبطاطس وهتبقى كانها بلحمه صافي. يعني كميه اللحمه احنا مش مقيدين بيها خالص. وضفت عليها دوب شويه بقسماط صغيرين، وانتي ممكن تضيفي شويه دقيق على حسب الرغبه علشان بس تخليها معايا متماسكه. التشكيل ده بقى حسب مزاجك، انا عملت شويه صوابع وشويه عملتها بشكل بيضاوي كده، وكأنها شبه الناجتس اللي بنجيبه من بره. حبيت جدا ان انا اليومين دول اعطيكم وصفات اقتصادية وموفرة، وكمان نخرج بره شوية عن الدايرة التقليدية. طبعا عملنا هنا كفتة الرز، وعملنا الكفتة اللي في الفرن. دي اضافة بسيطة ولمسة بسيطة جدا بالبطاطس المهروسة، هتزود معاكي الكمية وحلوة جدا في السندوتشات. حلوة قوي لو عملتيها جنب شوية مكرونة، جنب شوية رز بسمتي. الشكل على السفرة هيكون كويس جدا، ما تختلفش عن اي نوع كفتة من اللي بنعملها، بالعكس هتحبي دي اكتر من اي نوع تاني. طبعا شكلتها كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اني انزلها في بيض بلبن على ذرة ملح على ذرة فلفل والدقيق طبعا. وكان عندي كفر بقسماط هنا او فيجيتار، اي حاجة عندك انت تحبيها. انا يا جماعة كنت داخلة المطبخ كده بالليل كالعادة. عارفين انتوا ممكن تبقي داخلة تجيبي اي حاجة من المطبخ تقوم تطلعي بحاجة تانية خالص. يعني انا كنت داخلة اعمل كوباية نسكافيه، ببص كده لقيت في عندي طبق فيه شوية لحمة مفرومة كانوا باقيين من وصفة. ابتديت افكر طب اعمل ايه. انا حاسة اني انا عايزة اعمل بيهم حاجة. يعني تقريبا كده كل الوصفات عدت على بالي، بس انا عايزة اعمل حاجة مش تقليدية شوية وترمي معايا كمية حلوة. على طول جبت حبيتين بطاطس، قشرتهم وسلقتهم وفي ثواني كل الحاجات كانت جاهزة. وعايزة اقولك كتير مننا بيحب ان هو ينوع طبعا للاولاد في اللانش بوكس. علشان اعمل كفتة بلحمة صافي اكيد مش كل يوم هنلاحق يعني. مش كل يوم هنقدر نعمل كفتة بلحمة صافي، ولا كل يوم نقدر نعمل بانيه. فدي من اقل حاجة هتقدري انك تفرحي الاولاد وترضيهم. طبعا عملت النسكافيه وما طلعتش بيه كده، طلعت مع كوبايه النسكافيه بسرفيس كبير كده زي اللي شفتوه في النهايه مليان كفته محمره وسخنه. وكمان الكفر اللي انا هوريه لكم دلوقتي كان سبايسي، فالكفته كانت سبايسي جدا جدا. عايزاكي بقى تركزي معايا على حجم وتشكيل الكفته اللي متقطعه بشكل بيضاوي، رقيقه جدا مش سميكه.
انا بقى عايزاكي تركزي في النهايه واحنا بنحمرها، ازاي نفشت، ازاي الكميه زادت. يعني سبحان الله، الكميه عندي كانت بسيطه في الاول من حبتين بطاطس، انا طلعت كميه كبيره جدا. يعني تكفي من 5 ل6 اشخاص الكميه والمكونات اللي كانت عندك في البدايه دي. طبعا منتظره تعليقاتكم الجميله، وشكرا جدا على كل الرسائل الجميله اللي جات لي النهارده على الخاص. التعليقات والتفاعل كان قوي جدا جدا على القصص. بحبكم جدا وما تحرمش منكم ابدا. ده كفر اللي انا حطيته، هو بديل بقسماط، بديل فيجيتار، اسمه 5 minutes. تقدري تجيبيه بارد او تقدري انك تجيبيه حار. بصراحه الموضوع كله كده بايلك، يعني جاي معايا بالصدفه. يعني انا في العادي بدور على بقسماط او فيجيتار، لقيت عندي الكيس ده، كنت جايبه مره من السوبر ماركت وناسياه. سبحان الله طلعها معايا سبايسي وجميله. يعني يا جماعه مش بناكل كفته بطاطس، انا حبيتها اكتر من اي نوع تاني. وعلى طول في الزيت هحمرها مع اي بقى صوصات تحبيها. انا عن نفسي عملتها سندوتشات، بس انا بديكي افكار انك ممكن تعمليها جنب مكرونه، جنب اي حاجه تانية انت تحبيها. طبعا يا جماعه الجو يعني قلب فجاه. انا مش عارفه بقى انتوا بتودوا اولادكم المدرسه في اليومين دول ولا لا. انا حاسه ان الشتا فضل ساكت ساكت وفجاه دخل علينا كده بكل قوه. يعني حاسه ان احنا وكاننا في شهر واحد، في شهر اتنين، مش برد شهر 11 ده ابدا. ان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم وصفات كلها دفى وجميله جدا جدا. حابه ان انا اعطيكم وصفات لسهره الخميس، لسهرات الدفى. عارفين احنا الشتاء بيحب التسالي، بيحب اللمه. جوع في الشتاء بالليل بيبقى صعب جدا، واكيد مش بنكون عايزين الحاجات التقليديه. يعني في الشتاء احنا عايزين حاجه مغذيه وحاجه تدفي جدا، مش وقت بقى سندوتشات جبنه ولا الحاجات التقليديه اللي احنا عارفينها. فدي افكار، وان شاء الله هعمل لكم برضو انواع سندوتشات سريعه كده وخفيفه، وهعطيكم فيها ميكسات متنوعه وحاجات جديده جدا اول مره هتشوفوها عندي ان شاء الله. طبعا تواصلكم معايا الجميل هو اللي دايما بيحمسني الافكار الجديده، وبيشجعني اني يعني دايما كده اخترع لكم حاجات واظهر لكم بيها. كل ده عشان خاطر بس اتواصل معاكم. بجد بجد هنا يعني ناس على الصفحه جميله جدا، كلامهم مشجع جدا، بيعطيني طاقه ايجابيه. انا بصراحه في اليوم ده خلاص طبخت، اتغدينا، عندي اكل بكره، كله مية مية. الطبيعي بقى، الطبيعي لاي حد اني ادخل استريح. قلت خلاص انا كده تمام بقى ومية مية، وعندي اكل بكره، اعمل كوبايه نسكافيه واقعد. بس انا مش عارفه انتوا عاملين فيا ايه بصراحه يا جماعه. بتخلوني كده بلف حوالين نفسي علشان اعمل لكم وصفه وانزل لكم بيها تاني يوم، وبكون متحمسه جدا اني اقرا تعليقاتكم. يعني انا بستنى نهايه اليوم يجي علشان خاطر ارفع لكم الفيديو واشوف تعليقاتكم الحلوه. انتوا بجد بتبقوا اجمل حاجه في اليوم. ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. شوفي انتي بقى هنا الجمال ده وقوليلي، شايفه يعني حبة الكفتة زادت ازاي واتضاعفت، ولا القرمشة ولا الريحة؟ انا بتهيألي اللي بره كان مفكرني يعني بعمل فرايد تشيكن مش كفتة بطاطس. مع صوصاتك بقى، مع اللي تحبيه، ودعوة حلوة كده وتعليق جميل واشتراك على قناة اليوتيوب وعلى الانستا. ويا ريت تضيفوا اصدقائكم، واقول لكم بحبكم جدا يا حبايب قلبي. وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة. يلا بينا بقى ندوق سوا ونجوع بعض، واقول لكم باي باي.